حبايبي، قبل ما نبدأ الملخص تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص الجزء ال35 من المسلسل الهندي إشراقة السحر. وهنا سهير بتكون بتدور على ماهد عشان تديله الرسالة اللي لقيتها، ونظمة بتقول لماهد أنا عارفة إنك عاوز تخطبني عشان تبعد سهير عنك، لأنك ما يهمكش في الدنيا دي كلها غير سعادتها وحزنها هي وبس، وكل حاجة تخصها. لكن أرجوك حاول تفهمني، لأني فعلا بحبك طول عمري وأنا بحبك يا ماهد. وماهد بيقول لها وده الثمن اللي هتدفعيه مقابل أفعالك الدنيئة، بإنك مش هتوصلي لحبك ده أبدا. ونظمة بتقول له بكل حزن كل اللي بعمله من طفولتي هو إني بحاول أنال إعجابك، اتعلمت الدين عشانك، اتعلمت كل حاجة أنت بتحبها عشان أنت ترضى عني وعشان أقدر أكون مراتك وما ينقصنيش أي صفة أنت بتحبها، وكل اللي بتمناه إني يبقى لي جزء ولو صغير في قلبك أسكن فيه. وماهد بكل قسوة بيقول لها أنت عمرك ما هيكون لك مكان في قلبي أبدا، واسم سهير ده ما تنطقيهوش على لسانك تاني أبدا. ونظمة بتقول له تمام ماشي، لكن أنا مش هيأس وهستنى اليوم اللي هتشوف فيه إخلاصي. وماهد بيقول لها وده مش هيحصل أبدا، بدل ما تستني على الفاضي فكري في أخطائك وكفري عنها، لأن الموت عندي أهون من إني أبادلك حبك. وهنا سهير بتشوف ماهد ونظمة هم واقفين مع بعض، وبتقول نظمة لماهد أنا جاية لك عشان أجاوبك على سؤالك اللي سألته لي امبارح. وسهير بتستخبى في مكان قريب منهم علشان تسمع اللي هيقولوه ومن غير ما حد يشوفها. ونظمة بتقول لماهد أنا موافقة أتخطب لك. وسهير بتتصدم وقلبها بيتكسر وبتحس بالقهرة. وماهد بيقول لنظمة طب طالما وافقتي بقى يبقى مفيش داعي نأجل الموضوع، وبكرة هنتمم الخطوبة على طول. ونظمة بتفرح جدا، لكن سهير بتتقهر أكتر وبترمي الصندوق اللي في إيديها وبتفضل تعيط بحرقة، وبتفتكر ماهد لما طلقها، وبتفكر في كلام مامتها على ماهد، وبتعرف إن هي معاها حق في كلامها اللي قالته عليه، وبتقول لنفسها أنت خليتني أواجه الواقع يا ماهد باللي أنا سمعته ده. وبتسيب الصندوق مرمي على الأرض وبتمشي. ونظمة بتشوفها من ظهرها وبتقول مين اللي هناك؟ وسهير بتكمل مشي وما بتردش عليها. وماهد بيسأل نظمة أنت شفتي مين؟ ونظمة بتقوله تقريبا كده واحدة من الخدم مشيت ناحية الممر. فماهد بيخمن إنها ممكن تكون سهير لأنها لابسة زي الخدم. ونظمة بتقول لماهد أنا هروح وراها وأعرف هي مين دي. وماهد بيقول لها لا خليك أنت وأنا اللي هروح وراها. فنظمة بتقوله لا مفيش داعي إنك تتكلم مع خدامة، خليك وأنا اللي هروح أشوفها وأعرف هي ليه كانت بتتصنت علينا. وماهد بيقول لها أنت هتبدأي تديني في الأوامر من دلوقتي ولا إيه؟ على فكرة يعني إحنا لسه ما اتخطبناش، وأنا عايزك تضيفي شرط كمان للقايمة بتاعتك، اوعي تفكري تديني أمر في يوم من الأيام أبدا. وبيسيبها ويمشي. ونظمة بتقول في سرها هي القايمة دي هتفضل تزيد لحد إمتى؟ وبتمشي هي كمان. وماهد بيقول في سره يا ترى اللي كانت هنا فعلا سهير ولا لأ؟ ولو كانت هي يا ترى سمعتنا؟ وبتقول بركة البرفيز بطل كذب وافترى بقى، لأن الفيديو اللي معاك ده مش دليل على كلامك، وكل الستات اللي هنا شاهدين على اللي انت عملته في مراتك. وبرفيز بيقول لها قبل ما تتهميني افهمي ان مرات اخوكي على علاقة غرامية بالدكتور ده غير انهم ربطوني وخطفوني، وانا مش هتسامح معاهم ابدا لاني راجل مستقيم. وفريد بيقول له يا اخي اتكسف من نفسك بقى، عيب قوي اللي انت بتقوله على مراتك ده قدامنا. وبيكونوا هيمسكوا ببعض، لكن كوثر بتبعد فريد وبتقول له اعمل فيا معروف وعرفني انت جاي لي هنا ليه؟ انت عاوزني اسيب الوظيفة عشان ما اكسبش فلوس عشان ما يرجعليش بنتي منيرة؟ وفريد بيقول لها بتوتر طب يعني هو مين اللي كان قالك ان منيرة بنتك لسه عايشة؟ وكوثر بتقول له برفيز هو اللي قال لي ومعاه الدليل، وبتترجى ان هو يمشي وبتقول له دي معركتي وانا هاخدها لوحدي. وفريد بيمشي وهو متضايق وبيفضل برفيز يشتم عليه. وهنا السهير بتروح تشتري بيتزا وبتقعد تاكل مع ست متسولة في الشارع وبتفضل تشتكي لها همها وبتغرق البيتزا شطة. وفجأة بيفتكر الصندوق اللي كان فيه الرسالة وبتقول للست كل انت باقي البيتزا بقى، وبتقوم تجري عشان تدور على الصندوق لأن الرسالة دي لو وقعت في إيد حد غير ماهد هتحصل مشكلة كبيرة. والست المتسولة دي بتقول هو أنا مجنونة عشان آكل بيتزا بعد ما غرقتها بالشطة دي كلها؟ وهنا ماهد بيكون قاعد بيصنع أشكال من الطين وبيفتكر ذكرياته الحلوة مع سهير وبيقول أنا لازم أدخل أعرف الكل إن خطوبتي على نظمة هكون بكرة. وبيروح يغسل إيده من الخرطوم اللي في الجنينة قبل ما يدخل القصر، وبالصدفة بيشوف الصندوق اللي كان مع سهير مرمي على الأرض هنا، فبياخده وبيفتحه وبيلاقي فيه لعبة القطر بتاعته وبيستغرب وبيقول لنفسه اللعبة دي كانت في أوضة ماما، إيه اللي جابها هنا؟ وبيلاقي الرسالة وهو بيقلب في الصندوق وبيفتحها وبيبص فيها وبيعرف إنها مكتوبة بخط مامته وبيبدأ يقراها وبينهار بعد ما بيقرأ المكتوب في الرسالة وبيفتكر ذكرياته مع مامته وبيفضل يعيط بقهرة. وبيمشي ماهد من هنا وبتيجي سهير وبتفضل تدور على الصندوق في المكان ده لكن ما بتلاقيهوش،
وبتخاف وبتقول لنفسها أن لازم ألاقي الصندوق ده بأي تمن قبل ما حد يلاقيه غير ماهد. وهنا برفيس بيقول لكوثر عشيقك مشي، قولي بقى إنك كنت عاوزة تشتغلي علشان تقابليه في السر، ماشي معايا، مفيش شغل هنا تاني. وكوثر بتشد ايديها منه وبتقول له بطلت تستخدم الحب كعذر لانك مش عايزني اشتغل، لانك اصلا كذاب ومنيرة مش عايشة صح، وانت كذبت عليا وبتديني امل بالكذب. وبرفيس بيقول لها ما تستخدميش منيرة عشان تداري على علاقتك الغرامية بالدكتور. فكوثر بتقول له اخرس وما تنطقش بكلمة تانية، لانك قلت لي هعرفك عنوان منيرة لو كسبتي فلوس، ودلوقتي لما لقيتني هكسب الفلوس عايز تمنعني من الشغل، وكل ده ليه؟ لانك ما تعرفش اي حاجة عن منيرة صح؟ وبرفيس بيقول لها صدقيني منيرة عايشة، ولو مش مصدقاني روحي على المستشفى اللي اتولدت فيها واكتشفي الامر بنفسك، لاني حصلت على شهادة ميلادها من هناك وخدت قرض من مشروع حكومي بناء على شهادتها دي. وانا صحيح طلبت منك تشتغلي، لكن ده مش معناه ان انت تقرطسيني يعني وتيجي على هنا علشان تقابلي عشيقك، واياكي تفكري في يوم من الايام انك تشوهي سمعتي. واوعي تنسي ان انا معايا ليكوا فيديو على موبايلي وبيقسم لها انها لو شوهت سمعته هيخلي العالم كله يرجمها بالحجارة. يا شيخ منك لله، انت راجل مفتري بجد. وكوثر بتخطف منه الموبايل وبترميه في الارض، وبترجع تاخده تاني بسرعة من على الارض وبتديه البركة، وبركة بتكمل عليه بالمقص. وبيقفوا الستات في وش برفيز علشان ما يوقفش بركة واللي معاها في تكسير الموبايل. وكوثر بتقول لبرفيز بكل جراءة هو انا مش قلتلك ان المقص ليه استخدامات كتيرة جدا؟ وبتاخد كوثر الموبايل من بركة وبتقول لبرفيز انت فاكرني كنت هقف اتفرج عليك وانت عاوز تشوه سمعتي قدام العالم كله؟ اوعى تفكر ان الستات ضعيفة لدرجة انك تعمل فيا كده واقف اتفرج عليك وانا ساكتة، لا ده كان زمان. وبرفيز بيكون متضايق جدا وبيقول لها بكل غضب انا هديلك قلم يطيرلك صف اسنانك ده. وبيقفوا الستات كلهم مع كوثر وبيكونوا ضد برفيز. وبرفيز لما بيشوف المنظر ده بيخاف وبيتوتر جدا وبيقول لها على فكرة بقى انا اللي مانعني عنكم هو كرم اخلاقي وبس، والا كان زماني سحبت كل واحدة فيكم من شعرها ومسحت بيها الارض. وكوثر بتقول له طب ما توريني نفسك كده وجرب تلمسني واثبت لي رجولتك، واحنا هنحفر قبرك في المصنع هنا بايدينا وكلنا هنقف هنا فوق جثتك وهنعلن حريتنا، لان احنا زهقنا من رجاله امثالك، فيا ريت بقى ما تفكروناش ضعاف زي صفيه. وبرفيز بيخاف جدا وبيلم نفسه بقى. وبركه بتقول لبرفيز استعد عشان تعرف كوثر مكان منيره لانها خلاص مش هتسيب الشغل هنا ابدا. فبرفيز بيغضب وبيتعصب جدا، لكن طبعا ما بيقدرش يعمل اي حاجه وبياخد الموبايل من ايد كوثر وبيمشي وهو اصلا مش طايق نفسه. وهنا ماهد بيروح على اوضه مامته وما بيقدرش يدخلها وبينزل تاني وبيرمي ماهد الصندوق في الارض وبيروح قاعد جنبه. وسهير بيكون لسه بتدور على الصندوق وبتقول لنفسها الرساله دي مش لازم تقع في الايد الغلط، لان بعد ما قريتها فهمت بوضوح ان مامة ماهد لا يمكن تكون موتت نفسها ابدا، وشكي كان في محله ان فعلا في شخص هو اللي موتها. وهنا ماهد بيكون بيجمع في لعبة القطر بتاعته وبيكون سهير لسه بتدور على الصندوق وبتقول لنفسها أنا متأكدة إن الشخص اللي حاول يقتل مامة ماهد موجود هنا في البيت ده، وبالذات لو الرسالة دي وقعت في إيده فماهد مش هيعرف حقيقة اللي حصل لمامته أبدا، وعشان كده أنا لازم ألاقي الرسالة دي بأي تمن. وبتفضل تدور في كل حتة وبتبص وهي خارجة من الباب وبتلاقي ماهد قاعد ومشغل لعبة القطر والصندوق جنبه، وبتعرف إنه قرأ الرسالة وبتقول لنفسها إزاي أروح لواسيه دلوقتي. وماهد بيتخيل إن مامته قدامه وإنها بتنادي عليه. وسهير بتقول لنفسها يا ترى هو ليه بيبص على الفراغ بالشكل ده. وبيتخيل ماهد إن مامته بتقول له يا ريتك كنت لقيت الرسالة دي بدري عن كده عشان كنت تعرف إن مامتك بريئة، لأنك كنت متخيل دايما إن أنا مذنبة وإني كنت عاوزة أتخلى عنك، وأنا في الحقيقة عمري ما تمنيت إني أتخلى عنك أبدا، وكل اللي كنت بحلم بيه إن أوفر لك حياة كويسة مش أكتر. فبيقول لها ماهد أنا صليت ودعيت كتير جدا عشان ترجعي لي وتمسحي بإيدك على راسي وتقولي لي إن كل حاجة هتبقى بخير، لكن أنت ما رجعتيش. وسهير بتبص على ماهد بصدمة وبتقول لنفسها يا ترى هو بيتكلم مع مين. وماهد بيوجه الكلام لخيال مامته اللي هو شايفه قدامه ده وبيقول لها الظاهر إن قلبك اتملى بالرحمة النهاردة، شكرا إنك جيتي. وسهير بتفتكره بيتكلم عليها وبتقول لنفسها الظاهر إن ماهد المجنون ده عنده 4 عيون، إزاي عارف إني هنا. وماهد بيكمل كلامه الموجه لخيال مامته وبيقول أنا عارف أنت ليه جيتي النهاردة عشان تديني الرسالة دي صح؟ طب ليه فضلتي 15 سنة عشان توصليها لي؟ أنا عارف كويس أوي خط إيدك وعمري ما انساه أبدا، أنا قريتها كذا مرة. وبيعيط بانهيار وبيقول أنا متأكد إن أنت اللي كتبتيها يا أمي.
وسهير بتفهم ان هو بيوجه كلامه لمامته مش ليها. وبيقول ماهد لخيال مامته: انا فاكر التاريخ اللي مكتوب في الرسالة دي كويس قوي وعمري ما هنساه ابدا، لانك وعدتيني يومها، لكن مع ذلك سبتيني لوحدي وللابد. ومكتوب في الرسالة دي انك مش حابة تتخلي عني ابدا، ومكتوب كمان انك اتخليتي عني عشان مصلحتي وانك هترجعي وتاخديني معاكي. انا فهمتك غلط يا امي. وبيفضل يعيط وبيقول لها: ارجوكي سامحيني سامحيني، لاني فضلت 15 سنة فاكر انك اتخليتي عني وفاكر انك مخادعة. وبيقول لها: انت ساكتة ليه؟ اتكلمي، قولي لي انت بتبصي لي كده ليه؟ وبيقوم من مكانه وبيقول لها: انت انتصرتي يا امي، انا قادر اشوف ابتسامتك وسعادة الفوز على وشك. ارجوكي بعيدي عني دلوقتي يا امي، لاني مش قادرة اواجهك. ووعد مني ان انا هفضل اكفر عن اخطائي لحد ما اموت، لاني عرفت كويس قوي وادركت دلوقتي ان انا اللي خنتك مش العكس، وبتمنى ان ربنا يسامحني. وبيفضل يتوسل لها عشان تمشي من قدامه لانه مش قادر يواجهها، وبيفضل يعيط بحرقة وبقهرة. وبيقعد على الارض وبيبص لوش مامته اللي هو شايفه وبيقول لها: انا شايف لمعان عينك وعارف كويس قوي ان دي سعادة الفوز، لكن اللي انت بقى ما تعرفيهوش ان اللمعان ده بيفرك ملح على جروحي. ارجوكي امشي من قدامي بقى. وبيفضل يعيط جامد جدا. وسهير ما بتتحملش تفضل واقفة وتسيبه كده، وبتدخله وبتوقف لعبة القطر وبتقول له: اكيد مامتك مش مبسوطة دلوقتي يا ماهد وهي شايفاك كده، لان مفيش ام خلقها ربنا بتتحمل تشوف ولادها بيتألموا. وماهد بيقول لها: وانت عرفتي منين؟ وسهير بتقول له: انا متأكدة ان مامتك مش سعيدة زي ما انت فاكر. والهوا بيطير الرسالة من جنب ماهد ومحدش منهم بياخد باله منها. وسهير بتقول لماهد: اللي انت شفته في عين مامتك ده ألم مش سعادة، لان كل ام بتحس بوجع وألم ولادها وعمرها ما بتكون سعيدة ابدا طول ما هم زعلانين. ثق فيا لاني واثقة ان مامتك بتتألم زيك، لانها مش قادرة تعبر عن ألمها ليك، وانا قادرة اشوف دلوقتي الدموع اللي في عينيها. ولو مش مصدقني بص لها وانت هتشوف الدموع بنفسك. وبيبص ماهد وبيشوف خيال مامته قدامه وعينيها مليانة بالدموع وحزينة جدا. وبتقول له سهير: مهما كانت الأم مستحيل تظلم ولادها أبدا. هي ممكن صحيح تشتمهم أو تضربهم، لكن مش ممكن تكرههم أبدا. ثق فيا لأني متأكدة إن مامتك حاسة بنفس الألم اللي أنت حاسس بيه. وبيقوم ماهد وبيبص لخيال مامته اللي هو شايفه قدامه ده وبيقول لها: سامحيني يا ماما، أنا ما كنتش أعرف إنك حاسة بنفس ألامي، وما كنتش أعرف كمان إنك حزينة بسببي. وبيترجاها ما تمشيش، لكن مامته بتختفي من قدامه. وسهير بتمسك ايد ماهد وبتقول له: سيبها تمشي يا ماهد. وماهد بيقول لها: سيبيني يا سهير، سيبيني عشان الحق ماما قبل ما تمشي. وسهير بتقول له: انا هنا معاك، بص لي كويس، لان مامتك موجوده جواك وعمرها ما سابتك ابدا. وبتحاول انها تسيطر عليه بكلامها. وماهد بيقول لها بكل حزن: ماما مشيت وسابتني. وسهير بتقول له: حط ايدك على قلبك واسمع نبضاته وانت هتحس ان مامتك موجوده معاك. وماهد بيسمع كلامها وبيحط ايده على قلبه وبعدها بيهدى شويه. وسهير بتقول له: انا معاك، واكيد انت دلوقتي تعبان ومرهق، اسمع كلامي مره كمان وتعالى نام على الارض هنا جنبي شويه. وكوثر بتكون قاعده حزينه وسرحانه خالص، فبتشك نفسها بالابره من غير ما تقصد. وبركه بتقول لها: مش تاخدي بالك يا كوثر؟ ما ينفعش كده، سيبي اللي في ايدك ده يلا وخدي اشربي الشاي ده عشان تفوقي. وكوثر بتقول لها: متشكره جدا لانك فعلا بتهتمي بينا كلنا قوي. وبركه بتقول لها: يا ستي ده واجبي، وعلى فكره بقى انا اعرف دكتور فريد من فتره طويله قوي وعارفه كويس قوي انه انسان محترم جدا، وكل اللي اخويا برفيز عمله النهارده ده كان غلط جدا. لكن بيني وبينك انا عاوزه اقولك على حاجه، بس ما تزعليش مني يعني. انا حاسه ان في كيمياء بينك وبين الدكتور فريد، وكيمياء غريبه جدا ومش ممكن وصفها بالكلام. وكوثر بتقول لها: انا ما اعرفش غير حاجه واحده بس، وان هو لا اناني ولا انا جشعه، وهو منعني من مقابلته كذا مره، وانا كمان قلت له كذا مره انه ما يظهرش قدامي تاني ابدا، لكن دايما القدر هو اللي بيجمعنا مع بعض، بس والله بدون اي قصد مننا. وبركه بتقول لها: طب هو ليه جاي النهارده؟ وكوثر بتقول لها: والله مش عارفه ومش عاوز اعرف. كل اللي انا عاوزاه منك دلوقتي ان لو دكتور فريد جه هنا تاني عشان يقابلني ما تسمحيلوش بده ابدا، والا هيكون صعب ان انا اكمل شغلي هنا، لان اللي برفيز عمله النهارده مش عاوزاه يتكرر تاني، لان انا فعلا محتاجه للشغل ده علشان اقدر اوفر لسهير ومنيره مستقبل افضل. وبركه بتقول لها: تمام، ما تقلقيش من اي حاجه. وبتقوم وبتسيبها. وكوثر بتفضل تجمع الاحداث اللي دارت في دماغها دي، وبتفتكر لما فريد كان قال لها قبل كده ان جوزك برفيز المره دي على غير العاده وغير اي مره تانية هو بيقول فعلا الحقيقه، وفعلا بنتك منيره ماتت. وبتفتكر لما برفيز قال لها: بنتك منيره لسه عايشه، ولو مش مصدقاني روحي على المستشفى اللي انا طلعت منها شهاده ميلادها. وكوثر بتكلم نفسها وبتقول: وبعدين يا ترى ليه دكتور فريد كذب عليا بخصوص موضوع بنتي منيره؟
والله أنا كده حيرانة قوي ومش عارفة أصدق مين وأكذب مين. وهنا ماهد بيروح ينام جنب سهير على الأرض، وسهير بتقوله غمض عينك ورجع كل الذكريات الحلوة لمامتك، ورجع كمان كل لحظة حلوة قضيتها معاها، لكن المرة دي بقى رجعهم بكل حب وبدون أي كره، وافتكر ابتسامتها ليك وحضنها الدافي اللي كانت بتحضنهولك. وماهد بيفتكر لما مامته كانت بتشيله وبتلف بيه، وسهير بتقوله وافتكر كمان لما كانت بتلعب لك في شعرك والطريقة اللي كانت بتحكي لك بيها القصص، وافتكر كل لحظة حلوة حصلت بينك وبينها، وبتحط ايديها على ايده وبتغمض عينيها هي عشان هو كمان يغمض عينه زيها. وهنا وسيم بيبص وبيلاقي اجتماع المجلس اتفض وبيتضايق جدا، وحيدر بيكون بيساعد الخدم في ترتيب البيت، والخادم ده بيقوله لا ما تتعبش نفسك انت وسيب كل حاجة في مكانها واحنا اللي هنعملها، ما تعملش انت حاجة. وحيدر بيقوله ليه يعني ما فيهاش حاجة لو كنت ساعدكم يا سيدي، هو انا ورايا ايه يعني؟ والخادم بيقوله بس الشغل ده مش من اختصاصك انت، ده من اختصاصنا احنا. فحيدر بيقوله تقدر تقولي يعني هو في ايه اصلا من اختصاصي؟ ان كل اللي بعمله اني بحط ايدي ورا ظهري وبفضل رايح جاي في البيت من غير لا شغلة ولا مشغلة لما زهقت وطهقت. وبيقوله بس انا بحب انشر السعادة في اي مكان اكون موجود فيه. وبيقوله انا جبت لكم معايا من قطر تمر جميل قوي لكن نسيت اديهولكم، خدوا اهو ويلا وزعوه عليكم كلكم. والخادم بياخد منه التمر وبيوزعه على زمايله، والخادم ده بيحط الكرسي على دراع حيدر من غير ما يقصد، وحيدر بيتألم جدا لكن ما بيرضاش يبين، فبيتأسف له الخادم وبيقول له انا اسف جدا والله انا ما كانش قصدي. وحيدر بيقول له يا سيدي ولا يهمك، دي خبطة بسيطة قوي انا حتى مش حاسس بيها. ووسيم بيكون واقف وبيسمع حيدر وبعدين بيكلم نفسه وبيقول بقى هي الحكاية كده يعني حيدر مشغول في وقته الحالي بانه بيكسب قلوب الناس يعني بالكلمة الحلوة. انا كده فهمت بقى بوضوح نوايا اختي حسنة، عشان كده انا اللي لازم اكون اذكى منهم، وانا اللي استخدم حيدر عشان ابوظ لها بيه خطتها كلها. وبيمشي وسيم ورا حيدر وبيقف حيدر هنا ووسيم ما بيشوفوش، وبيبص حيدر على دراعه وبيلاقيه جرح وبيتضايق وبيتألم منه جدا. ولما حيدر ما بيلاقيش وسيم قدامه بيتضايق وبيرجع تاني، لكن بالصدفة الورقة اللي فيها رسالة مامة ماهد بتطير وبتيجي قدامه. ايوه ما هو هندي بقى هندي، ووسيم بيشيلها من على وشه وبيكون غضبان جدا وبيبص فيها بصة سريعة كده وبيرميها على الأرض، لكن فجأة بينتبه للي هو قراه وبيرجع تاني ياخدها من على الأرض وبيقراها تاني، وبيعرف إن غزالة مرات أخوه هي اللي كانت كاتباها، وبيقول لنفسه إنها كانت كاتبة فيها بكل وضوح إنها كانت جاية تاني عشان تاخد ماهد معاها. وبيسأل نفسه يا ترى الرسالة دي وصلت هنا إزاي، ويا ترى ماهد قراها ولا لأ، وبيقول إن شاء الله يا رب ماهر ما يكونش قراها ولا شافها، لأنه لو كان قراها أكيد هيعرف إن مامته مش هي اللي موتت نفسها. وبيكون مرعوب جدا ومتوتر ومش عارف يعمل إيه. وهنا ماهد بينام وبتقوم سهير وبتفضل تبص عليه بكل حب، وبتفتكر لما كانوا بيطيروا الطيارة سوا، وبتفتكر كمان لما كان بيربط لها الجرح اللي في دراعها ولما أنقذها من رصاصة الساحر، وبتمشي إيديها على وشه وبتقول في سرها والله يا ماهد أنا عارفة إنك كاتم آلام كتير جدا جواك، بس بتفتكر لما سمعته وهو بيتكلم مع نظمة على خطوبتهم ودموعها بتنزل لوحدها، وبتقول لنفسها أنا من النهاردة مش لازم تربطني أي صلة بماهد تاني أبدا، ولو فضلت هنا أكتر من كده هتبدأ المشاعر اللي أنا اتخلصت منها بصعوبة تراودني مرة تانية، وماهد كده كده على وشك بدء حياة جديدة مع نظمة، أما أنا فبقيت صفحة قديمة في حياته وأقطعها وتخلص منها فعلا، وأنا لازم أمشي من هنا ومرجعش هنا تاني أبدا. وبتقول يا رب يا رب يا ماهد ما تفتحش عينك قبل ما أمشي من هنا، لأنه لو فتح عينه دلوقتي أنا مش هقدر أمشي أبدا ولا هقدر أسيبه لوحده. وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا، ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده فاستنوني في ملخص الجزء الجديد، وانا ان شاء الله مش هتأخر عليكم، واول ما تنزل الحلقة هلخصها واجيلكوا على طول. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاة في مواعيدها، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مرة تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.